ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ بعلبة الكريم دي كان عندي بقالها فترة وخلصت، وشلتها طبعا عشان اعمل بيها الفيديو ده. شلت الاول ال- الغطا اللي بيكون عليها طبعا اللي فوق، وشلت البلاستيك اللي لازق عليها. وبعد كده تعالوا نشوف بقى هنعمل بيها ايه. اول حاجة طبعا انا هستخدم في الفيديو ده قشر الفستق، ولو مش متاح ممكن نستخدم قشر الفول السوداني، بس نقطع منه اجزاء عشان يبقى بنفس حجم قشرة الفستق كده وتنفع معايا في الفكرة. هرش بالسبراي اللي انتوا اتعودتوا ان انا بستخدمه دايما ده. انا اخترت اللون الفضي، وتعالوا نشوف هيبقى ايه النتيجة في النهاية. هستنى طبعا لحد ما ينشف، هو ما بياخدش وقت، يعني بالكتير 5 دقايق وهتلاقوه نشف معاكم. القناة عليها افكار كتيرة جدا، كلها من اعادة التدوير ومن خامات مش مكلفة تماما، واغلبها حاجات موجودة في البيت. فلو مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا بعملها. ولو في حاجة مش لاقيينها على القناة وانتوا محتاجين فكرتها، اكتبولي في الكومنتات وانا اعملها لكم في فيديو مخصوص. هنا انا خلاص السبراي نشف، هبدأ استخدم خيط الخيش ده، ولو مش متاح عندي ممكن استبدله بعصيان شيش، مفيش مشكلة خالص، اللي عندي استخدمه. هبدأ اقصقص منه اجزاء كده وهثبتها على العلبة، وكلها طبعا هتبقى بنفس الطول، فانا باخد بس المقاس في الاول كده، وبعد كده هبدأ اقصقص كمية بنفس الحجم. هكمل بقى بنفس الطريقة. هنا باخد المقاس وبعد كده هكمل بقى، هاخد عدد يعني من نفس المقاس ده، وتعالوا نشوف هنعمل بيهم ايه. هبدأ كده اثبتهم على العلبة، ولو مش متاح مسدس الشمع زي ما قلت لكم قبل كده ممكن نسخن الشمعة دي على الشعلة ونستخدمها عادي جدا، ولو متاح غيرها هيقضي معانا نفس الغرض. هكمل بقى كده بنفس الطريقة. ودي انا هعملها كأنها يعني جذوع الشجر، وبعد كده هستخدم قشر الفستق زي ما هتشوفوا دلوقتي ان انا هستخدم قشر الفستق ده زي ورق الشجر كده. طبعا لو مش متاح السبراي ده ممكن نستخدم الوان كده. تمام. بعد كده انا ثبت القشر الفستق زي ما انتوا شايفين كده، بس للاسف الجزء ده مش عارفه يعني ما تصورش ازاي، بس انا ثبته كده زي ما انتوا شايفين على الجنبين بتوع خيط الخيش، فبقى عندي زي ما يكون ورق شجر. وده شريط خيش برضو ثبته على غطا على الجزء بتاع الغطا بتاع العلبة. وهشيل بقى الجزء اللي ملوش لازمة بعد ما اثبت اخر جزء، هشيل الجزء الزيادة ده كده. تمام. وده بقى الشكل اللي عندي. طبعا ممكن نستخدمه زي اي منظم لفرش الاسنان مثلا على الحوض، او للالوان والادوات كده زي ما انا استخدمته. وممكن جدا طبعا وهيليق اكتر لو استخدمته زي فازة بالشكل ده. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات، وما ننساش اللايك والشير والكومنت الجميل والاشتراك في القناة عشان تشوفوا اي فيديو جديد انا بعمله. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، ومستنية طبعا الرأي الجميل والكومنت. استنوني في فيديو جديد وفكرة جديدة. باي باي.